Take your time. Take your time. شو بدك تقنعهم؟ You wanna sit? You wanna sit? What do you want? ما بعرف يعني انا هيك وقت هالمشهد شفته بصراحه، وقت شفت المشهد هذا يعني هو بحسه مؤثر وبنفس الوقت بحسه كثير يعني. السلام عليكم، مرحبا اصدقائي الغوالي، كيفكم؟ كيف الصحه؟ الله يسعدكم يا رب. اصدقائي الغوالي، قبل ما ابدا بالفيديو بدي منكم طلب صغير. اول شيء تنزلوا على التعليقات تكتبوا اللهم صل على سيدنا محمد، والطلب الثاني تحطوا لايك للفيديو، وحطوا كمان رايكم بالفيديو اللي راح اصوره اليوم. طبعا الفيديو اللي راح اصوره اليوم انا من زمان ما صورت هيك فيديوهات، بس اليوم حبيت اصور هذا الفيديو واعمل ردة فعل على فيديو اللي شفته انا، ويمكن انتم غالبكم شفتوه يعني باليوتيوب. طبعا واللي ما شافه يعني هلا راح تشوفوا انا عن شو عم بحكي. طبعا اليوم فيديونا نحكي عن خطبة أسامة وشيرين. برجع بكرر، انا مو محتواي اعمل ردات فعل، بس حبيت اعمل ردة فعل لانه شفت الفيديو يعني حلو لفت نظري، فحبيت اعمل ردة فعل ونبارك له، الله يهنيه يا رب. وهلا اصدقائي مع بعضنا راح نشوف الفيديو ونعمل عليه ردة فعل، وانتم كمان بالتعليقات اعطونا رايكم. اول شيء هلا يا اخوان، كيفكم؟ شو تجهيزات الطلبة وتجهيز الخطبة. بعد شوي لبيت شيرين لحتى نروح نطلبها. وين راح الجاكيت؟ ما عم لاقيه. وين راح الجاكيت يعني؟ ليش بقى اسامه لسه اول هون الساعه؟ بلشت تدور جواكيتك وانا لابس جاكيتي. صاير متجوز 15 سنه. والله هو شيء موتر يعني، ليش كذب يعني؟ واحد فتح خطوب وشيء واحد توتر. الورد بالسيارة، الطقم هون كله جاهز. بسم الله نروح. شغال قد ايه حب المتابعين؟ والله احبكم جميعا، انتم متابعين، انتم عيلة، مثل ما العيلة هلا رايحة معي عند بيت شيرين وعيلتها هونيك جايين من كل انحاء العالم، انتم كمان عيلتنا من خلال هذه العدسة الجميلة الصغيرة. بس والله يا اخوان خليكم معنا وادعوا لنا طول ما انكم قاعدين، ادعوا لنا. اوكي؟ اوكي عم نتجمع الان خارج بيت العروس. هلا هون كله تجمعوا. في برنامج كان يطلع اولي اسمه خبرني يا طير. هذا البرنامج كان اللي مضوع اخوه واللي مضوع امه واهله، كان يلتقي فيه بعد سنه 20 سنه 30 سنه 40 سنه. هون التقوا الشباب كلهم مع بعض والاهل. هون عم لفوا لاخوه اسامه، هذا اسمه مش كان اسمه، والله نسيت اسمه كمان، انس يمكن. اخر كلمه اخر كلمه اخر كلمه ماشي. ليتس جو. هذه اللحظه حتبدا لحظات جدا قويه. ايش هذا؟ موعد الطلبه. حلو يعني، هو موثق يعني، هو زي ما عم بيعمل فينا موثق يعني، ضل ارشيف له يعني. بس هو يعني جاب يعني هذا بوكيت الورد يعني والله العظيم يعني كبير كبير. انا وقت الخطبت انا ما اخذت معي يمكن ورده واحده بس هيك ايدي ورد. شو اخذ انت معك؟ محل ورد كله. ايش هذا؟ محل ورد خجلاني معلش. تفضل هذا كله. يعني هن هون عم بيعملوا باصول شيء حلو، اجوا الاقارب هيك العادات عنا يعني، كان احنا كمسلمين يعني بركوا وعم بيحكوا العادات والتقاليد والاصول يعني. أنا عم بقدم لك وردة من 5 وردات، فأنا أتمنى تعطي العناية اللازمة والاهتمام اللازم، وبين قوسين ما بحب أشوف الكحل سايل على الخير. سلام يا سلام. بس ما سمعت السؤال الأول، لا بدون كحل. إن شاء الله ألف مبروك، ومثل ما بقولوا تتهنوا بحياتكم، تكونوا أسرة حلوة مثلك ومثلك، وأول ولد سموها اسمي. نقرأ الفاتحة على نيتها. يعني ابوها لهي اسمه العروس نسرين، عفوا شيرين، خربط انا ما بعرف اسم شيرين ونسرين جنب بعض يعني واثق كثير من حاله، بس يجيكم ولد سموه على اسمي. طب يا حبيبي بركي الزلمه بده يسمع اسم ابوه، اسم ابوه لاسامه، ما بعرف شو اسم ابوه يعني بالضبط او هيك يعني، بس بجوز يسمع اسم ابوه، ضيع اسمك انت يعني. الفاتحه هي يعني طبعا اهم شيء الفاتحه بالنسبه للخطبه. Stand the test of time.
اصدقائي بتعرفوا شغله، انا هلا بشوف فيديو بتحسر على ايام شبابي راحت، بعمل هالشغلات كلها. لو بيرجع الزمن لورا كان عملنا بجوز. لا بمزح، اول نهار الواحد يفرح فيه وخالص. وهلا هون كما شايفين يعني هون اجى الشيخ وعم بيكتب الكتاب. محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى المهر المسمى لنفسي. وعلى المهر المسمى لنفسي. وأن أتقي الله فيها. وأن أتقي الله فيها. وعاشرها بالمعروف. وعاشرها بالمعروف. تعطيها المصروف. عن جد الشيخ دمه خفيف ومهضوم، يعني لا يكمل شيخ لا بل عن جد واحد لازم يكون عنده روح هيك المرح يعني. الله يبارك فيه. اشهدوا. اشهدوا. لا الزود شهد. أمانة ليوم الدين. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تسفكوا بناتكم وأنتم تعلمون. إنه تنجرح. لم يسمح لك أن تنجرح. يا حبيبي يا أبو نسرين، عفوا شيرين، يعني أكيد بحياة الزوجية، يعني مثل ما أنت لما تتزوج عندك هدول الأولاد وبنات، أكيد أنت عديت من مشاكل مع زوجتك وحياتك كملتها. فأي واحد بتزوج يعني راح هو يصير مشكلة مع مرته تصير مشكلة مع زوجها، أمر طبيعي، حياتها تمشي كلها، كل الدنيا بصير فيها مشاكل، الحياة بتمشي. بس أمان برقبتك وما تنجرح. إيش شو لا الحياة كلها شهر عسل؟ هي بس أول أسبوعين 3 شهر، بعدين عادي. مين يكتب كتابه؟ أبوها لنسرين عم بخفف دم. بدك تكتبه؟ أنا بدك تكتبي، تعال اكتب لي إلي. لا أمزح. حلو من أنس يعني، عفوا من اسمه أسامة، باس إيده. روح بوس إيد أبوك، مو تبوس إيدك. هو باس إيده أقول الحمد لله، بس يعني بوس إيد أبوك، رف أبوك. يعني هون أنا بلشت يعني هيك قلبي سيء يسوي، تبكي يعني في شغلات هيك بتأثر بالواحد. رجعنا أيام الخطوبة، أيام الستينات السبعينات. طبعا أصدقائي هون فيديو هو طويل كتير، أنا عم بكر فيه على السريع. هلا هون خلصوا أول يوم، خلصوا الخطبة وكتب كتاب. هون تاني يوم بدي أسوي لها على أساس سبرايز، يعني إني مفاجأة. شوفوا المفاجأة أنتم. خلوني اوريكم مين اجى معنا. اوكي شوفوا مين معنا كمان. سافر على إيطاليا، حواس خد الشباب والبنات الصغير خذوا على إيطاليا، تعالوا نسوي مفاجأة. هي بتنزل من هون، شيرين من هيك. هو عم بسوي، عم بخطط لها شلون تنزل من هون، شلون تطلعي من هون، شلون الكاميرا من هون، يعني هو عم بخطط إني أعمل لها مفاجأة. انا بكون هون. يا على أساس ما لها خبر. هاي الفيلا من جوا. شو بدي أقول يا أخوان، شو بدي أقول؟ قول شو تقول. باقي لسه ثلث ساعة بالكثير. لسه بده 3 ساعة. طيب نقرب الفيديو لقدام. هون وصل. أصدقائي بس بدي أوقف الفيديو شوي، بدي أحكي هون نقطة كثير مهمة عشان تعرفوها. هلا هون بهذا المشهد كله هتشوفوه هلا حاليا، هو هذا المشهد يعني كله تمثيل. هون على أساس هي جاية لمكان تعمل مثل الأعلام، وهي على أساس ما لها خبر إني هو عم يستناها هون، والأخواتها وأخوتها والعالم جايين باركين جوا بالقصر. هي على أساس ما لها خبر. طبعا هو هذا الشيء كله تمثيل. يعني شلون تمثيل؟ هلا هي بتعرف إني هو مسوي هالشيء وهن مخططين كل شيء، بس إني على أساس ما بتعرف. وهون هي عم تعطي ردة فعل كتير أوفر. يعني هي مشكلتها هون يعني كتير عطت أوفر كتير، يعني هيك
طولي بالك، انت بتعرفي اني هذا الشيء وبتعرفوا انتم كلكم مخططين لهالشيء، هذا الشيء معروف، بس انت لازم تنصدمي شوي وتفرحي شوي، بس مو لهالدرجه، يعني كثير اوفرتي. بنكمل فيديو. هو اخذ الامر عادي جدا، يعني هو بالنسبه له عادي يعني، بس هي على اساس اني كثير صدمت. هدي مثلي، بس تمثيل كثير يعني مبين واضح، يعني هدي يواش يواش. It's okay, take your time. كيفك؟ What are you doing here? I'm here for you. أنا أجيت مشانك. ما بعرف يعني انا هيك وقت هذا المشهد شفته بصراحه، وقت شفت المشهد هذا يعني هو بتحسه مؤثر وبنفس الوقت بتحسه كثير يعني فهمت علي انت؟ يمكن ما بعرف شو توصل الفكره. حد هالشيء يعني. جاهزة؟ خلص يعني هو عم بس جاهزه جاهزه جاهزه. لكن خلص يعني انتوا خطبتوا وخلصتوا وكل شيء صار، يعني ليش كل هالشيء؟ خلص اعطيه الخاتم خلص. اعطونا الخاتم يا جماعه، وين الخاتم؟ عنده الخاتم. الصدمة كثير حلوة. حلو، قصة حلوة. مو أسمع الله بعث لي إياكي. قصة حلوة وطويلة. ليش طويلة؟ لأنه راح تشوف أكيد يعني مستقبل كمان يعني محتوى، يعني هو مرته إجباري، هذا قصة طويلة. شغل يعني محتوى، هذا شغل. ما بدي أعمل مثل الأفلام. ما بده يعمل مثل الأفلام. ما عملت مثل الأفلام وخلصت، عملت كثير شغلات. بس بوعدك إنه دير بالي عليكي وخلي كل يوم بحياتك أحلى من اليوم اللي قبله. بس هذا طبعا كله إذا بتخليني. كأنه حكى شيء مضبوط. بس بوعدك إنه دير بالي عليكي وخلي كل يوم بحياتك أحلى من اليوم اللي قبله. بس هذا طبعا كله إذا بتخليني. إيش تخليه يعني؟ عفوا تخليه يقدم لك الخاتم. إيه؟ أنا بقدم لك الخاتم، أنا بقدم بدالك. أنت يا حبيبي يا أسامة، أنت ارتاح، أنا بقدم لك الخاتم يا نسرين. فلة في أحلى من فلة؟ حلو ها؟ Will you marry me? إيه هذا مو إلك، تفضلي. بنكمل مع بعض. رجعنا لنفس الموضوع. احكي ايش بك عم ترجو فيه؟ ايش بك؟ هو الخاتم خطبك يعني، ليش الاوفر كله؟ ما بعرف ليش والله ما بفكر هالشيء. خلاص بس يعني هذا الشيء اجباري مشان ياثر في المشاهد، مشان يضرب ترند. هذا الشيء امر طبيعي جدا. انا لو هلا يرجع فيني الزمن هلا يعني ما يرجع الزمن هلا اذا سوت بس هي بتلون. وقف شوي انت، هي هيك عم تساوي حلو؟ صرت ظهرها. ايوه بركي. حلو؟ والله؟ حلو فله. ما بعرف كيف لبسك يعني. طبعا الخاتم اللي جايب لها اياه انا هيك سمعتها، ما بعرف يعني تعليقات او هيك شفت. تقريبا قيمة الخاتم يعني قيمة سعره تقريبا ما يعادل $90,000 $100,000، يعني خاتم $100,000. هذا بتعرف من اخذته انا؟ هذا اخذته لبنتي سارة من هون في عندنا سوق بازار، اخذته ب$5. أنا واقف صح؟ تعالي. دي هي صح؟ اوكي ريدي؟ هذا صح؟ هون صح؟ أكيد؟ بتحكي علي؟ قال يا الله يا أسامة ما بتعرف أي إيد؟ ما بقول لها أي إيد هاي ولا هاي ما بعرف أي إيد؟ لك إذا خاتم ما بتعرف تلبسه شلون بدك تتزوج؟ الزواج صار صفقوا. طبعا أصدقائي يعني لهون بيكون انتهى الفيديو. هلا هو فيه طويل الساعة، في كمان جزء ثاني، في خطوبة، في حفلة، في رقصة، شالة، حتى في كثير يعني شغلات، بس ما بعرف لهون حاج في صار طويل كثير يعني ما بعرف. إذا حبيتوا الفيديو اكتبوا لي بالتعليقات، وإذا بدكم أعمل جزء ثاني كمان ردة فعل. أنا يمكن ماني من صاحبين ردات الفعل، بس هيك حبينا نمزح معكم. أنا برجع بقول يعني إن شاء الله ألف مبروك لإله، لأسامة ولنسرين. الله يهنيهم يا رب، يعني حياة سعيدة إن شاء الله، والله يهني كل واحد يعني هيك عزابي، إذا كانت يعني بنت أو إذا كان شاب. طبعا يعني اللي معه
ما بمنعه، يعني الله يطعمه معه الزلمة عم بيعمل شيء حلو، واللي ما معه الله يكون معه. فتحياتي للجميع، أحبكم جدا. وأنا اليوم لابس الجاكيت يعني شرفا له، يعني اليوم عرسه يعني نلبس هيك، أخذتم سوء البال يا شباب. هذا تحياتي للجميع، أحبكم جدا. حطوا لايك. السلام عليكم، أحبكم.